نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، إن مشكلة البطالة مشكلة مزمنة في الجسم المصري العظيم. يا أيها السادة، حكومات وراء حكومات ولا حل لهذه المشكلة، وكأنها ليس لها من دون الله كاشفة. نريد حلولا عملية بإنشاء مشروعات جادة باستصلاح الأراضي يا جماعة، وإقامة مشروعات لخدمة هذا الوطن العظيم، لتوظيف أناس يعملون فعلا يعملون، وليست القضية أن نوظف أعدادا تجلس في مكاتب ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة، نحن نقيم جميعا في نسبة على الأكثر 6% من مساحة مصر الكلية، مصر الصحراوية. نريد أن نعمرها بأن تكون زراعية، أن تكون صناعية، بإنشاء مشروعات جادة لخدمة هذا الوطن. أيها الأحبة، لعل العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فللحكومة هذه الإشارة. ويكفيني قبل أن أختم كلمتي أن أبرئ ذمتي بين يدي الله عز وجل نحو إخواني الأفاضل الأكابر. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم في سوريا. اللهم احقن دماء إخواننا وفرج عنهم كربهم وهمهم. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من بشار الأسد. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. هذه فرصة، لعلي والله لا أكرر هذا في موضوع البطالة. موضوع بشار الأسد جاي من موضوع البطالة في مصر. والله يا جماعة لن تفرج عنا إلا إذا أحسسنا جميعا بما يعاني منه شعب سوريا المكلوم المجروح المظلوم. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه، وأن ينتقم من بشار الأسد الشيعي العلوي. يا سيد اتكلم في البطالة. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا. اتكلم في البطالة. هذا ما أقول، شكرا. والله على ما أقول شهيد. وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أنبه عليك. أجلس يا سيد، أنا أكلمه. يا سيادة الرئيس. سعد عبود، اجلس. يا سيادة أنا الرئيس، أتحدث مع النائب. أنبه عليك ألا تخرج من الموضوع التي تحدثت فيه. هذا كلام غير مقبول. جزاكم الله خيرا يا سيادة الرئيس. اجلس. ولقد أبرأت ذمتي. اجلس، هذا كلام غير مظبوط. اجلس. جزاكم الله خيرا. لا تخرج عن الموضوع. في ايه؟ اكتب لي الرقم يا استاذ عصام، اكتب لي رقم اللائحة اللي انت عايزه والموضوع اللي اتكلم فيه. ما خلاص، ما انا قلت له غير مطلوب. انا نيابة عنكم قلت له خطأ، هذا خطأ وغير مطلوب. المجلس لا يوافق على ذلك. احنا عايزين نفتحها مكان. المجلس لا يوافق على ذلك. خلاص، تحذف من المضبطة، تحذف سب المسجد الشيعي من المضبطة. خلاص، عملت لنا مشكلة. اتكلم في موضوع طلب الإحاطة. النائبة المحترمة حنان